لو بتعملي العيش ومش بيرتفع معاكي او بيطلع قطعه واحده كده ومش بيتفرق الاتنين، انا هقولك ازاي تعملي عيش ناجح وعيش على الطاسه مش في الفرن، وتقدري طبعا تعمليه في الفرن على صاجه الفرن. انا همشي معاكي خطوه بخطوه وهقولك على كل الاخطاء اللي كنتي بتقعي فيها فالعيش مش بيرتفع معاكي، وهقولك كمان على نصايح للتسويه. شايفين انا هنا بضغط عليه وبرده بيرتفع تاني ازاي؟ تابعوا معايا الوصفه خطوه بخطوه وكل النصايح اللي انا هقولها. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من السكر، معلقتين صغيرين من الخميره بما يعادل 10 جرام او معلقه كبيره مش مليانه، نص معلقه صغيره من الملح، وهقلب الخليط ده كويس جدا مع بعض، وبعدين هنزل عليه بخليط كده شويه ميه على شويه لبن دافيين، وممكن تعجنوه بلبن بس وممكن تعجنوه بلبن رايب دافي بيكون خطير، وبنكمل عجن بميه دافيه. انا في العادي بعمله بلبن رايب بس ما كانش عندي لبن رايب وقتها فعملته بلبن على ميه. في نص العجن كده ضفت عليه معلقه من الزيت وهعجنه كويس وبعدين اسيبه يخمر. هنا بقى بعد العجينه ما خمرت ما شاء الله تضاعفت وبقت حلوه جدا، هحطها بقى على الكاونتر كده واعملها بالطول زي الاسطوانه وبعدين اقسمها. الكميه دي هتعمل لي 10 ارغفه، حجم الرغيف وسط يعني مش صغير قوي ولا كبير قوي. تقدروا طبعا تعملوا كيلو دقيق و2 كيلو دقيق وهتضاعفوا كل المقادير اللي احنا ذكرناها. كورتهم كده على 10 كور وبعدين هسيبهم يرتاحوا تاني. الخطوه دي مهمه جدا عشان لما نيجي نفردهم ميبقاش شكلهم وحش واحنا بنفردهم، لان العجينه لو مرتاحتش كويس مش هتبقى دايره كده معايا متساويه. بصوا بقى انا هنا بوريكم السمك اللي انا عايزاه، دي اهم حاجه في العيش، اني لو رققته قوي مش هيرتفع معايا كويس، وكمان مش عايزه اتخنه اوفر، فهيكون سمك الرغيف كده وسط عشان يبقى حلو معايا في الاكل كمان. السمك ده هيبقى مناسب جدا وهيطلع معاكم زي العيش الشامي اللي بتجيبوه من بره. بعد ما افرده بسمك مناسب، تاني نصيحه مهمه جدا جدا ان نسخن الطاسه كويس قوي، واسيب النار على العيش عاليه جدا مش وسط ولا واطيه طول ما احنا شغالين النار عاليه. تاني حاجة أول ما نحط الرغيف لازم نشمعه، يعني ما ينفعش أحط الرغيف كده وأسيبه دقيقة أو دقيقتين وبعدين أقلبه، لا أول ما أحطه على طول أقلبه. أنا ليه بعمل الحركة دي؟ أنا بشمع الوش والظهر بتاع الرغيف عشان لما يجي يرتفع بالشكل ده ما يقطعش مني أو يفرقع أو يبقى في حتت كده تهوية فما تخليهوش يرتفع معايا. أنا كده بشمع الجوانب بتاعة العيش وبخليها جامدة كده عشان لما العيش يرتفع ما يفرقعش. لكن لو سبتي الرغيف وما قلبتيهوش وسبتيه يتشمع على الوشين بتوعه لازم هيتقطع مني. أنا مرضتش أسرع الخطوة دي بالذات عشان أوريكم هو بياخد وقته تماما على الطاسه، واوريكم قد ايه هو مرتفع معايا وازاي شمعته، وكمان هوريكم تاني هو بيتشمع. ودلوقتي هخليه يرجع ياخد لون حلو تاني، شايفين برضو بيرتفع تاني ازاي. كمان مهم جدا جدا ان انا بعد ما افرد العجينه لازم اخليها تخمر قبل ما احطها على الطاسه، يعني ما ينفعش افرد العجينه وبعدين احطها على الطاسه مباشره، لا هخلص كل ال10 كور وبعدين ابدا باول رغيف انا فردته. الخطوه دي كمان مهمه جدا عشان لما يدخل على الطاسه على طول يرتفع ويبقى زي ما انتم شايفين في الفيديو كده بالظبط. يبقى كده قلت لك سمك الرغيف يكون مناسب، الرغيف يخمر بعد ما يتفرد قبل ما احطه على الطاسه، الطاسه تكون سخنه وعلى نار عاليه، واخر حاجه لازم اشمع الرغيف. هوريكم واحده تانية كده وانا بشمع الرغيف. انا دلوقتي حطيته وقبل ما يطلع اي فقاعات انا هقلبه على طول، قلبته مرتين كده وهو بيطلع الفقاعات وكمان بساعده وهو بيرتفع كده. الرغيف بتاعي متشمع فهو قادر يتحمل ان العيش يرتفع. وبس كده، هي دي النصايح المهمة جدا اللي لازم تكوني عارفاهم وانتي بتعملي العيش. وبس كده هتعملوا احلى عيش. الكميه دي زي ما قلت لكم عملت معايا 10 ارغفه، تقدروا تضاعفوا الكميه زي ما انتوا عايزين. حجم الرغيف مناسب جدا وحقيقي هيطلع معاكم احلى من العيش الشامي اللي بتجيبوه من بره. كفايه انكم عاملينه بلبن او لبن رايب. عايزه اقول لكم كمان تقدروا تعملوه بميه بس طبعا اللي بلبن رايب وبلبن بس وبلبن على ميه احسن من الميه بس. اول ما تطلعوه من الطاسه هتغطوه شويه عشان يطرى، وبعد ما يبرد تقدروا تشيلوه في اكياس في الفريزر لرمضان بقى والسحور والفطار. وبس كده، انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه.